كنت نايم عادي بأمان الله الساعة 2:30 في الليل، اللي ما سمعناش الصاروخ نزلت عليه، صاروخ فجر ووجه شطية أجري، صاروخ تاني أجى علي. في الليل الساعة 2 في الليل كنا نايمين، فنشر القصف فوقنا طيارتين انتحارية، 3 صواريخ خشوا علينا وصاروخ انفجر فوق. أجت تدخن علينا وولع نص الستارة، ولعت طفيناه في المية والباب علق معنا وصرت أنزل فينا، والفوق ولع كليتهم. بعد ساعتين اجى الاسعاف والمطافي ولعت الاوضه، وبعد ساعتين من فتحوا الباب لي. عبد الكريم بترت ايديه تنتين ورجل، الصاروخ صاروخين نزل من هون هيك، واحد انفجر لتحت تحتينا، وواحد انفجر بيني وبين عبد الكريم، شقم الانف، وطبعا كل جسمي مش ضايع، وبرد ايديه ورجله الحمد لله. لقيت عبد راسه في جرة الصاروخ، ان هيك الراس هذا كله في جوره، وايديه هيك ورجله مبطوره. استشهدوا عمي واولاده ومرته وعيالهم كليتهم، خالي ومرته واولاده ومت عمي وجوزها وابنه. الصاروخ انفجر فوق، اللي هم طبعا 12 شهيد، اخويا ومرته وبناته وعمي ومرته وطبعا عياله. رسالتي بدي اسافر برا وارتب اطراف صناعيه وارجع زمني، ارجع العب كوره واسبح من اول جديد. لا في اكل، لا في غذاء، لا في علاج، ولا في اي حاجه. وانا بطلب مناشد العالم كله يتلفتوا لي بعين الرحمه للطفل هذا اللي يروح يركب اطراف لترجع. كل طموحاته كان طموحه الرياضه، كان طموحه السباحه، كان كل شيء يلعب، بحب اللي يطلع وينزل ويروح. يعني ايش بقول لك، يعني زي اي طفل في غزه.